السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحبايب خاله، نهاركم أبيض، نهاركم سعيد يا رب. وعدنا النهارده إن شاء الله. النهارده ليلة 27، تكون ليلة القدر، وندعي كلنا كده وربنا ينولنا ليلة القدر إن شاء الله. شفنا الماتش امبارح ويا ريتنا ما شفناه بجد. يعني التيشيرت اللبني هو والله بتفرج مع الزملاء، قلت لهم طول ما الاهلي لابس التيشيرت اللبني هنخسر. قال لي يا عم تفائل، يا عم خالو، يا عم خالو تفائل. قلت له يا عم انا مش متفائل، انا مش متفائل بام التيشيرت ده، باللي صممه. يا عم نلبس التيشيرت الاسود عشان يبقى يوم اسود على الترجي، نلبس التيشيرت الكحلي. اي تيشيرت غير التيشيرت اللبني اللي انا مش عارف له معالم، ده مش عارف له معالم. فكانت البدايه فل. غير طبعا ان احنا شفنا التشكيل، مش عارف انا بن شرقي كان بيلعب يمين ولا بيلعب فرود ولا بيلعب في نص الملعب، ولا زيزو فرود ولا امام عاشور فرود، ولا مين فرود مع الاهلي، ولا الاهلي من غير فرود، من غير مهاجم، من غير اي حاجه. اللعيبه كانت واقفه، عندنا استحواذ على الكوره، بننقل كويس. بس في مشكله، واظن انا كل فيديو بتكلم ان مش هو ده النادي الاهلي، مش هي دي لعيبه النادي الاهلي، مش هي ده الاداء الرجولي بتاع النادي الاهلي. فين اللعيبه اللي بتبقى بتدي طاقه ثلاثه مع بعض في الملعب؟ فين كده امثال حسام عاشور والكابتن حسن مصطفى؟ ما كنا بنقول صاحب الثلاث رئات. فين الثلاث رئات اللي في الملعب اللي احنا شايفينه؟ احنا مش شايفين ثلاث رئات، وشايفين مدير فني مفيش حركه كده ولا في توجيهات، واقف بس حاطط ايده ورا ظهره وبيتفرج زينا. مش عارف. احنا كنا عايزين تشكيل نلعب بن شرقي فرود، يلعب بن شرقي فرود ويبقى ناحيه اليمين. قلت يا ريت يبقى حسين الشحات، واظن ان احنا شفنا حسين الشحات لما نزل في الدقيقه 80 وجاله كوره، اول كوره لمسها وحطها جنب العارضه. حسين الشحات لو من بدايه الماتش يا جماعه، حسين الشحات عنده خبرات. الماتش ده محتاج خبرات يا جماعه، مش محتاج ناس معلش بيدفع فيها فلوس ومش شايفين اداء في الملعب. لحد امتى هنقول الاهلي في حاجه غلط؟ احنا جالنا مصادر وسمعنا كلام ان الكابتن سيد عبد الحفيظ في الطياره قال لهم في المستحقات الماليه مش هتتصرف لحد ما نشوف الصعود مع الترجي. الماتش العوده هيبقى ازاي في القاهره؟ وقال لهم لو حصل عجز سالك وما صعدناش وكسبنا ماتش الترجي هيتوقف المستحقات الماليه خالص والفريق كله معالمه هتتغير. احنا عايزين نشوف تغيير بقى. لحد امتى هنقول افريقيا السنه دي؟ كنا عشمانين ان احنا ناخد افريقيا بنجوم، معاك زيزو، معاك امام عاشور، معاك بن شرقي، محمد علي بن رمضان، وجبت بالعمري، وعمال تقول مروان عثمان، وجبنا مش عارف مين، هنجيب مين تاني؟ خلاص يا جماعه، قلنا في حاجه مش مظبوطه. ايه هي؟ انا مش عارف اوصل لها. اللعيبه بتلعب اكني عادي، يعني تعادل هنخسر، هنخسر مش مشكله، هنعوض في القاهره. الماتش صعب، احنا في ظهركم، بس للاسف معكوش العامل الاول، الجمهور. هتلعبوا صمت. جمهور النادي الاهلي كان بيدي حماس، كان بيدي باور للعيبه، كان في تشجيع من بدايه الماتش لنهايه الماتش. اللعيبه المنافسه كان ينزل الترجي او اي فريق بيجي القاهره او يلعب في استاد القاهره كان بيبقى خايف. عارفين نستغل انصاف الفرص. ده امبارح يا راجل فرصه لمروان عثمان. طب انت يا عم مروان الكوره جايه لك، ما تحطها يا عم بدماغك كده. لازم استلم بصدري واللاعب بقى اول ما انا استلم هيروح حاطط رجله وهو مطلعها؟ لا، اتصرفت غلط. كنت شوط على طول بدماغك بقى، ترت كده، لعبتها زي ما كان بيحطها فلافيو وكان بيخلصها. الكوره الثانيه، انت دلوقتي يا عم بن شرقي ضربه الجزاء المفروض كانت تتحسب لنا، ما تقع يا عم. الراجل شدك اقع، لو وقعت كان هيرجع للفار وكان ممكن يحسبها، لكن انت ما وقعتش، انت عايز تكمل في الكوره يا عم. كان ماسكك، هو واضح ان هو كان ماسكك، ما تقع. ضربه الجزاء فيها شك بتاعت محمد هاني، ناس تقول ضربه جزاء وناس تقول مش ضربه جزاء. احنا اللي ادينا الفرصه لكل ده. احنا نازلين الشوط الاول مستحوذين على الكوره وماسكين كوره كويس جدا، واحرجنا الترجي جوه ملعبه، وكسرنا حاجز الجمهور ومش خايفين من الجمهور، وبنلعب كوره حلوه وبنستحوذ وبننقل، بس ما فيش فعاليه على المرمى. قلنا التسديد يا جماعه، احنا جالنا امبارح 7 ركنيات ما استغلناش ركنيه واحده. وكل مره اعمل فيديو اقول يا جماعه النادي الاهلي بيجي له ركنيات كتيره وبيجي له كور ثابته وبيبقى في فرص ان انت تسدد وتشوت. ما حدش بيشوت ولا حد بيسدد ولا حد بيستغل الضربات الركنيه يا جماعه. يعني انت الخمس ركنيات ولا السبع ركنيات اللي جولك امبارح دول، لو واحد كان طلع لعب كوره بدماغه وجابها جون، مش كنت ممكن تستغل من ضربه ثابته زي كده ان احنا نحرز هدف؟ احنا كنا عايزين هدف. هو الترجي اللي نفعه في المباراه امبارح ان هو ما دخلش في مرماه هدف.
لان هو بيدور على كده عشان ينزل يعمل في القاهره هنا يحط فيك جول ويقلب لك الماتش كله زي ما عملنا مع سان داونز. رحنا تعادلنا مع سان داونز 0-0 هناك السنه اللي فاتت وقلنا خلاص كده يا جماعه ده الاهلي عمل نتيجه ايجابيه وكنا 100 نزلنا دخل فينا جول في الدقيقه 85 ضاع الماتش مننا. احنا مش عايزين نرجع للسيناريوهات دي تاني. احنا بنقول كنا رحنا هناك، انا عندي كان التعادل 0-0 ارحم، لكن اداره الاهلي لازم تحتج على الحكم لانه كان عنده بعض الاستفزاز، على طول في ضرب وعنف، ما بيستغلش الكروت الصفراء كتير، على طول كل كره يصفر للترجي، على طول مش حامي لعيبه الاهلي من الضرب اللي بيحصل من لعيبه الترجي. هو ده التحكيم الافريقي، هو جديد علينا يا جماعه. ما الكابتن صالح سليم الله يرحمه قبل كده انسحبنا من البطوله الافريقيه واشتركنا في البطوله العربيه بسبب التحكيم. ما هو ده مش جديد على الكره الافريقيه، والاضطهاد من الاهلي من زمان وفي كل البطولات الافريقيه. الترجي ده نفسه 2010 الكره بتاعت مايكل انورام لما حطها بايده واضحه وضوح الشمس وطلعنا من الدور قبل النهائي في 2010. يا جماعه احنا لسه هنقول الكره الافريقيه ما هي معروفه. الحكام الافريقيه على ملعب الخصم بتبقى ضعيفه جدا وبتبقى ماشيه مع الفريق المنافس، ماشيه مع ضد الفريق المنافس. لكن احنا بنقول احنا فين من اللي احنا الكرات اللي جات لنا امبارح؟ فين التسديدات؟ فين امام عاشور وتسديداته؟ فين زيزو اللي كان بيعمل باليمين وبالشمال ويروح حاطط على طول جون؟ لا، في ناس كتيره بعيده عن مستواها. انا بقى ابدا اصلح. انا لو كان انا مدير فني صاحي ومعوع وواعي كده اللي بيحصل لي في دماغي كده، معلش انا بتنرفز من الفيديو لان انا متضايق ان انا انا نفسي لو انا في النادي الاهلي، انا بره النادي الاهلي اهو ومخنوق وعايز اعمل تعديل وعايز اعمل تصحيح، ما بالك بقى الناس اللي جوه وبتاخد مرتبات وبتاخد فلوس وهي ده شغلها ومش عارفه تدير ومش عارفه تعمل حاجه. لحد امتى هنقول كده؟ ماشي احنا وراكم لحد ماتش الترجي، بس احنا بنقول نصحح، بنقول تصحيح. ابدا فكر يا عم. في باك يمين محمد هاني تعب من افريقيه وبتلعب بقالك سنتين في الاهلي وما بتغيرش، ننزل ابراهيم الاسيوطي باك يمين كويس، شاب صغير كله بيقول عليه ممتاز، ليه ما نشوفوش؟ ليه ما ياخدش فرصته؟ ليه مش عايزين نشوف عمر سيد معوض كان بيلعب كجناح ايمن او جناح ايسر؟ الراجل لعيب جامد جدا. بلال عطيه اللي سابنا دلوقتي وبيدور على نادي يحترف بره، ليه ما استفادش بيه؟ محمد هيثم الفرود اللي هرب من النادي الاهلي مجانا ومكسر الدنيا في البرتغال، ليه ما استفدتش بيه؟ محمد رافت اللي بيلعب عندك في الناشئين دلوقتي وشفته في كاس الرابطه وتحركاته وكله بيتكلم عليه كويس، ليه ما استفادش بيه؟ وهنفضل نقول كل شويه ونعد لعيبه كتير؟ لا يا جماعه، لازم نصحى ولازم نفوق. ما خدناش افريقيا، انا ما عنديش مشكله، ما خدتش افريقيا بس اصحح المسار في ماتشات الدوري، لان انا كده هخسر كل حاجه. لو ما عملتش تعديل هخسر كل حاجه. مين اللي جاب ياس تروب من الاول عشان نفضل نقول الشرط الجزائي؟ انت كنت فين الاول؟ انت خدت التجربه بتاعته عشان تعرف هو مدير فني كويس ولا وحش؟ لا. ماتش يوم السبت تاني يوم العيد ده ماتش مصيري للنادي الاهلي، لازم كلنا نركز. مصيري للعيبه نفسها، لازم تراجع نفسها. اللعيب اللي مش هيقدر يلعب تحت ضغوط يمشي من النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي، اتحطيت تحت ضغط يبقى لازم تلعب، لازم تطلع كل اللي عندك. دي شغلتك كلاعب، ان انت بتلعب وبتاخد فلوس، غير حب الجمهور والناس اللي مدعماك ورا ظهرك. ده احنا ما بنستفيدش حاجه من النادي الاهلي الا حب النادي الاهلي، وبنموت على النادي الاهلي وزعلانين على النادي الاهلي ان الاهلي ما يوصلش للمرحله دي لتاني سنه على التوالي. لا قدر الله ممكن نطلع من افريقيا. ودوري بناخده في المراحل الصعبه، ما بنخلصوش زي ما كنا بنخلصه في المواسم اللي فاتت. يبقى كل دوت وده عايز تقول الاهلي فيه، لا الاهلي فيه حاجه غلط. من فوق بقى يشوفوا الاداره ايه اللي غلط في الاداره. لو الاداره في نفسها يعدل مين اللي في الاداره غلطان، يعدل بقى لجنه التعاقدات، يعدل لجنه السكاوتنج اللي مالهاش اي 60 لازمه، اللي احنا مش شايفين لها لعيبه زي لاعب زي كاموش دوت خايفين نلعبوا ماتش عشان هتدفع فيه 2 مليون دولار. انت ما بننزلش كاموش لان هو اصلا انت العقد بتاعه ان هو لو لعب ماتش كمان خلاص هتدفع فيه 2 مليون دولار وانت لبسته. طب انا جبته ليه من الاول؟ ما كنت استفدت بحد من اللي عندي، من الشباب الصغير اللي عندي. يا جماعه احنا ورا النادي الاهلي، والتالت مره بقولها، صحح الاوضاع. كابتن عادل مصطفى، كابتن وليد صلاح الدين، من فضلكم اتدخلوا في التشكيل، اتدخلوا في كل حاجه. خلاص هو ماتش الترجي ده الماتش الفيصل ان انت تطلع او تكمل في البطوله الافريقيه. يبقى لازم اخد بقى كل لاعب مقاتل عندي احطه، انزل العب برجوله ان شاء الله يكون مين. لكن اللي احنا شفناه كنا مستحوذين على الكوره في استحواذ ومش عارف ايه، بس فين الاستحواذ؟ فين بقى ان انا اجيب جون؟ فين المرحله اللي انا افنش فيها؟ مروان عطيه يركن ليه؟ مروان عطيه عمل ايه عشان يركن؟ مروان عطيه نزل اخر الماتش الشوط الثاني ادى كوره واثنين وثلاثه وكان ماشي كويس، ليه ما نزلوش من بدايه الماتش؟ ديانج ماله فيه ايه؟ ماله ديانج امبارح برضه بساط غلط كتير ومش مصحصح
خلاص عايز يمشي يا جماعه، خلاص نسيبه، اركنه بقى ونزل، شوف اللي هيكمل معاك المواسم الباقيه واللي جاي معاك. امام عاشور امبارح بيتضرب بس مش ده امام عاشور، مش ده مستوى امام عاشور، ومش ده مستوى زيزو. وقلنا بكذا مره بن شرقي ما بيلعبش يمين، بن شرقي ما بيلعبش يمين، برضه بتحط بن شرقي يمين. احنا عايزين ان شاء الله ان شاء الله يوم السبت نغير كل الفكر الوحش ده تاني، ونقول للعيبه ان هي كانت ضغوط عليهم واتشالت، ونكسب الترجي، ونكسب الترجي بنتيجه كويسه اداء ونتيجه، ونطلع ونصعد عشان هنقابل سان داونز. بعد كده عندك مرحله تانيه ان انت عايز تقابل، لو قابلت سان داونز عايز بقى تعوض اللي انت طلعت السنه اللي فاتت منه. ده في فريق الهلال السوداني مأدي بطوله جامده جدا. الهلال السوداني عامل مطوشه عاليه وعامل مطوشه كويسه جدا، وبلعيبه يعني ما كلفتش النادي كتير. ناخد بقى فرص ونماذج من الناس ديت ونتعلم بقى، نشوف احنا ايه اللي غلط عندنا، في ايه في النادي الاهلي جوه. حبايب خالو، مستني منكم اشتراك في القناه وتدعموني وتقولوا لي في التعليقات الموضوع النادي الاهلي. لو حد عنده اقتراح ايه شايف انا وجهه نظري غلط ان انا بتكلم ان النادي الاهلي في مشكله في الاداره، في مشكله في اللعيبه اللي بتيجي، في لعيبه مقصره، يا ريت تشاركوني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله نتقابل بفيديو جديد نعمله ان شاء الله، ونشرح الخطه اللي هنلعب بيها ازاي هنقابل الترجي هنا في مصر. لان طبعا الترجي هيجي هنا هيلعب عندك، هيلعب بقى عندك بقى كل شويه تضييع وقت، واللي بيقع، وهيلعب ال 11 لاعب جوه ال 18، ونبدا بقى نشوف الحلول، ونبدا انا مش عايز بقى كده، عايزين نشوف ونعمل كل السيناريو للمدير الفني، يحط خطط كده. لو هنا قفل هعمل ازاي، هخترق ازاي من النص، هخترق ازاي من اليمين، عندي التبديلات هبدا بيها زي ما جوزيه قسم ماتش الصفاقس، كان عامل 3 سيناريوهات، ونزل اكوتي منسى، وبعد كده نزل عماد متعب فلافيو، وبعد كده نزل عماد متعب الشوط الثاني، كان في كده مقسم الماتش على 3 اجزاء. لازم بقى يستروب والجهاز الفني اللي معاه يشوف هيعمل ايه السيناريو من دلوقتي. هنبدا لو الترجي نزل قفل ولعب ال 11 جوه، هبدا انا احل بمين وهلعب ازاي، وهخترق من النص ولا الكرات الثابته، ولا هسدد من بره ال 18، ولا هنزل 2 راس حربه يبقى بيخدموا على بعض، يبقى عندي فعاليه هجوميه اكتر. ده انت امبارح احنا مغلوبين 1-0 وانت بتنزل نص ملعب، طب ما نزلتش محمد شريف ليه ومروان عثمان؟ كنا لعبنا ب2 راس حربه. ما دام احنا عايزين نجيب جون، وانا كان عندي ان انا كنت لازم اجيب جون، لما ما يخشش فيا جون. ما دام دخل فيا جون لازم اجيب جون، ما دخلش فيا جون خلاص طلعت نتيجه سلبيه. لكن دخل فيه جون يبقى انا لازم اجيب جون، اصل جون زي 2، لازم اجيب جون. حتى لو الترجي جاب جون تاني كان 2-1 كنت هكسب 1-0 في القاهره. لكن دلوقتي انت 1-0، الترجي لو جاب فيك جون هنا انت قلبت خلاص الدنيا زي سان داونز السنه اللي فاتت. عشان ما اطولش عليكم في نهار رمضان، ويبقى صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله. وان شاء الله مستني منكم دعمكم ليا، وزي ما بنقول برضو الخال واحد منكم، الخال واحد منكم. وتحيه كبيره لسيف الزملكاوي حبيبي، هو عارف نفسه وهو كاتب لي في التعليقات اذكر اسمي، ازيك يا سيف، وكنت بتتفرج على ماتش الاهلي امبارح وشفتك، فان شاء الله يا سيف يا حبيبي تبقى مبسوط، وانا ديني اهو ذكرتك في الفيديو يا حبيبي. يلا حبيب خاله، كلكم باي باي ويوم طيب ان شاء الله عليكم.